صرنا باللا شعور بس نشوف حريقة نطلع عليها. ولانه كان الوضع كتير صعب فكنا مضطر يطلعوا اهالي الضيعه والشباب تبعوتها يطلعوا يطفوا فيها، فكان طلعنا عدد كبير كتير من شباب الضيعه. عندي خزان مي كبير مع شاحنة يعني. نحن مجموعة من الشباب اشتغلنا بمجال الإطفاء، حاولنا نساعد رجال الإطفاء ونكون مثل فريق مساعد لعمله. وصار هذا الجروب أي حريق بصير بالمنطقة كان قريب علينا ولا بعيد بيخبرونا عليه، واللي بيكون جاهز بنطلع. هن مجموعة من الشباب كل ما صار حريق منلاقيهم أول العالم عند الحريق عم بيطفوا، كل ما صارت قصة منلاقيهم أول العالم بيكونوا بالمقدمة. كل قصة بتصير بيعطوا من وقتهم ومن جهدهم ومن طاقتهم، بس يمكن أكتر شيء وقت الحرايق. اليوم رح نتعرف عليهم شخص شخص كيف قدروا يجمعوا حالهم ويكونوا هاي المجموعة، وحابين نقول لهم شكراً من صفحتنا على طريقتنا. أنا جورج متي من المشتى. نحن مجموعة من الشباب اشتغلنا بمجال الإطفاء، حاولنا نساعد رجال الإطفاء ونكون مثل فريق مساعد لعمله. بلشنا بال2020 وقت صار الحريق الكبير اللي ضرب المنطقة كلها، وأول عملنا كنا عم نشتغل الحقيقة بأدوات بدائية، بعدين جبنا أجهزة متطورة شوي شوي صرنا نطور فيها وصار جروبنا يكبر. هلأ حاليا نحن حوالي تقريبا 50 شاب من المشتى ومن الضيعة اللي حواليها. أنا اسمي عيد من المشتى. من 4 سنين وقت اللي صارت حرايق كبيرة هون نطلع نحن والشباب نساعد سيارات الإطفاء معهم، نساعدهم مدن رابيج قدر إمكانياتنا. يعني رجعنا صرنا باللا شعور بس نشوف حريقة نطلع عليها. أنا يزر رزوق. أنا بلشت مع مجموعة شباب اللي هن رفاتي، كانوا يطلعوا على وين بيصير حريق كانوا يطلعوا. هلا أنا يعني عندي خزان مي كبير مع شاحنة يعني. بلشت معهم شوي وين في يصير في حريق نطلع كلنا سوا. بعدين صرنا جروب، يعني جروب كبير على الواتساب، كل واحد يخبر وين بشوف حريق يخبر. أنا جورج بوست. بلشت بالحريق وقت بتطفاية الحريق، من وقتها الحريق الكبير صار بالمنطقة من 3 سنين. كنت أطلع أنا ورفقاتي، كنا شي 5 أو 6 أشخاص كنا نطلع. بعدين شفنا إنه في أكتر من حدا عم يطلع من شباب المشتى، فاقترحنا بعدين إنه يصير في كجروب يجمع كل الشباب. هلا كان في شوية صعوبات إنه من ناحية إنه ما كان في معدات ولا هيك. بعدين صار في شوية تبرعات قدرنا نشتري معدات. أنا جورج عبو. أنا بلشت مع الفريق يعني، ونحن بلشنا بال2020. كان الوقت بلشت الحرايق الكثيرة، كان وقتها كان الوضع كتير صعب وما كنا عم نلحق، فكانت تقريبا كل شباب المشتى طلعت وبلشت تشتغل وقتها بهديك الأيام. فإنه كان في اندفاع كتير وقتها، إنه اضطرينا نعمل مثل مجموعة لنقدر نضبط الشغل ونظبطه يعني، ويكون في تناسق بالجهود. هلا التجهيزات اللي عندنا هي زودنا فيها الملتقى الثقافي بالتعاون طبعا مع مجموعة من الشباب اللي تبرعوا بالموضوع. كل سنة نحن عن سنة بنطور هالأجهزة. هلا نحن تقريبا صرنا بوضعية منيحة، صرنا عم نقدر نتدخل أكثر. السنة كان تدخلنا أكثر فاعلية من السنوات الماضية. نحن عندنا مشكلة وحيدة هي موضوع البطء بتاع باية المي، لأنه نحن ما عندنا صهريج جاهز إنه معبى مي فورا بنقطره، بنضطر دائما نروح نعبي مي ونرجع لحتى نروح على الحريق. صرنا بس حدا يشوف حريق أو يشوف دخنة من أي محل مصدرة دغري بيكتب، وأول واحد قريب عليها بيتجه لعندها. يعني بيشوف شو وضع الحريق، إذا بده كبير صغير، بده مساعدة كتير، ومستمرين. وإن شاء الله ما بيصير حرايق، ونحن جاهزين على مدى 24 ساعة يعني لأي طارئ بيصير. هلا هالسنة كان لنا فاعلية منيحة بموضوع إطفاء عدد من الحرايق، منها الحريق اللي صار بجبل المشتى والحريق اللي صار برحم الغابي واللي استمر 3 أو 4 أيام. وشاركنا كمان بإطفاء الحريق اللي شعل بالجنان. كمان مشان ما ننسى إنه شباب الجنان كمان ساهموا معنا بإطفاء الحريق اللي صار كمان برحم الغابي. ايه، ونحن يعني بنطلع لانه اكيد يعني هلا نحن ما ضل كثير من هالغابات الموجوده عندنا هون، فانه عم نقدر قد ما فينا ندير بالنا عليها وبنحميها. وبعد ما بلش يصير إجاء تبرعات قدرنا نشتري معدات للإطفاء،
وبعض الشباب كمان ساعدونا مثل يزن، توفر في شحن وخزان، يعني صرنا نعبي مي يعني صارت شوي سهله علينا الامور. بس نحن رح نضل ورح يضل هذا الجروب جامعنا، ونطلع نطفي اي حريق موجود بالمنطقه. نحن السبب كمان اللي بيخلينا نطلع ونطفي الحرايق هو احساسنا بالمسؤوليه للضيعه، وهو كمان يعني اي حدا بيقدر يساعد بهذا الموضوع يا ريت يساعد، لانه هو اصلا يعني عدد الغابات صارت كثير قليله من وراء التحطيب وهيك. فيعني هاي الشجر لازم نحافظ عليهم لهدول يضلوا اقل شيء يعني. بتشكر كل الناس اللي عم يساعدونا، بتشكر شباب الجروب يلي ما قدروا يكونوا معنا اليوم لأسباب مختلفة. في شاب كمان كتير مندفع هو معنا ما قدر يكون معنا لأسباب صحية، هو روني توماني، يمكن كلياتكم تعرفوه. بتشكر الملتقى الثقافي على دعمه الدائم لنا، ودائما أي تجهيزات تنقصنا هو بيزودنا فيها. بتشكر صفحة مشتى الحلو يلي بتحاول تغطي دائما على الأشياء الحلوة بالمشتى وعلى الناس اللي عم تشتغل.